السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وأكلة وصفة سهلة. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عامل معاكم الفراخ النهاردة بطريقة حلوة قوي. بجد الطريقة دي من أحلى الطرق لعمل الفراخ. أحلى حاجة كمان في الطريقة دي إنها من طرق الطبخ في الحلة الواحدة بدون استخدام مواعين كتير وكركبة والكلام ده كله. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هنجيب حلة على النار اللي هنطبخ فيها الفراخ وهنحط فيها شوية من الزيت، وتبقى عاملة حسابك من الأول إن الحلة دي هي اللي هتطبخي فيها الفراخ، يعني تجيبي الحلة أو الصينية المناسبة اللي هتحطي فيها من الأول. وأول ما الزيت يسخن كويس هحط الفراخ على طول. يفضل في الوصفة دي نبقى مقطعين الفراخ علشان تستوي معانا كويس. بعد كده هعصر عليهم نص ليمونة. خلوا بالكوا عصرة الليمون دي ممكن تعمل طرطشة بسيطة كده وانتي بتقلبي الفراخ، بس بتخلي ريحة الفراخ حلوة قوي. بعد كده اول ما هتاخد لون ذهبي هقلبها على طول. خلاص هي كده اتحمرت، هبدأ بقى اطلعها. بعد كده في نفس الزيت هحط معلقة من الثوم، هقلبه تقلبتين اتنين بس، وبعد كده هنزل عليه ببصلتين كبار مقطعهم مكعبات صغيرة. بعد كده هنزل بالفلفل الالوان متقطع مكعبات صغيرة، وكل واحد هشيل منه بس حوالي معلقة كبيرة عشان هستخدمهم بعد كده. هنقلبهم بقى وهنديهم تشويحة مع بعض خفيفة. بعد كده هحط معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من البابريكا، معلقة من توابل ماجي. هقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هرص على وشهم الفراخ. هغطي عليهم وهدي عليهم النار خالص. بعد 10 دقايق هرجع اقلبهم. هنقلبهم بقى مع بعض كويس كده علشان الفراخ تتشرب من التتبيلة ومن الخضار اللي احنا حاطينه. بعد ما هنقلبها هرجع اغطي عليها تاني وهسيبها كمان 10 دقايق. كل ده طبعا على نار هادية خالص. كده هتبقى دخلت في نص سوا. بعد كده هجيب مج كبير من المية وهحطه عليها. زي ما انتوا شايفين كده هو مج واحد بس. بعد كده هنديهم تقليبة تاني مع بعض وهنغطي عليهم يكملوا بقية السوا. وبكده الفراخ بتكون استوت. هنجيب بقى شوية الفلفل اللي كنت شايلهم على جنب واخد منهم شوية وهرشهم تاني على وش الفراخ. طبخت بقى جنب الفراخ شوية رز ابيض بيتاكل مع الصوص اللي نازل من الفراخ، بيبقى طعمه تحفة. بعد كده هرش على الرز شوية من مكعبات الفلفل الالوان. الفراخ دي بقى طعمها بيبقى تحفة جدا، ما بتاخدش مننا وقت، وبعدين بتبقى مستوية على نار هادية خالص، فطعمها بيبقى مختلف بجد، بيبقى طعمها رائع. واحلى حاجة ان احنا مش بنستخدم فيها كمان مواعين كتير. مش كل الحلو بيبقى متعب، في حاجات حلوة كتير بتبقى مريحة زي الاكلة الحلوة دي. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم، وبألف هنا وشفا.